رسول الله قال الجزائر ثم الجزائر ثم الجزائر. آل الكهف طلعوا في الجزائر، سفينة نوح طلعت في الجزائر، كلما هم خلقوا قبل آدم، طلعوا هم مش بني آدم. وأنا ربما أقول من أول وأنا أقول أنهم ليسوا بني آدم، كل حاجة شطحوا فيها مشيناها. لكن أن يأتوا ويقولون أن القرآن الكريم كتاب الله كلام الله عبارة عن تراث جزائري، يقولون عن القرآن الكريم تراث جزائري، لا خلاص. أنا والله لست أكثر غيرة على القرآن الكريم من الجزائريين الأحرار والشرفاء. أنا لست أكثر غيرة منكم يا جزائريين. أنتم تقولوا دمكم حامي، أنتم تقولوا أنه دمكم ثائر، أنتم تقولوا أن عندكم غيرة على الدين. أين غيرتكم على الدين والقرآن الكريم كلام الله وكتاب الله يتحول بسبب الشطحات الغير معقولة من هؤلاء. هذول ناس بيحششوا يا جماعة، هذول ناس بيحششوا، مسؤولين. أنا لا أتكلم عن عامة، أتكلم عن مسؤولين وفي تلفزيون رسمي. أنا لست أكثر غيرة منكم يا جزائريين على كتاب الله وعلى مقدساتنا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آدم وعلى القرآن تحديدا. أنا لست أكثر غيرة منكم. وأنتم تقولون إخواننا في الجزائر أنكم دمكم حامي وأن أنتم متمسكين بالدين، وأنا أوقن بذلك وأبصم لكم بالعاش، لكن أين الغيرة هنا؟ التبونيون وصلوا إلى أن يصفون القرآن الكريم بأنه تراث جزائري. اسمعوا، متفاوتة. أقسم هذه الطوائف إلى 4. القرآن والسنة ليس تراث. أستاذ رجاء لحظة. نخرج. القرآن والسنة ليس تراث. نعم القرآن كلام الله، أنا أستثني، وسنة النبي لا ينطق عن الهوى وأنا أنسحب. لا ريح، مازال أستاذ. القرآن ليس تراث. إذن قلت لا تساوي القرآن بأنه تراث. إذن وأنا أقول للسيد سعيد لا أتمنى له هذا الموقف ولا هذا المجلس. ويسمح لي سي يعقوبي، ما نسمحلكش يا شيخ لأنه مازال ما بداش القرآن.